الدبش أسلوب حياة، الدبش بالزيادة. أنا في الدبش أنا حطمت الأرقام القياسية. الدبش موضة ملهاش أي لازمة غير إنها بتغير أخلاق الناس. افتكروا كده مع نفسكوا يعني إيه دبش. دبش يعني أكسفك قدام الناس وإنت مجبر تستحملني. دبش يعني أهينك بس ما تتكلمش عشان انت عارف ان انا دبش. بقينا بنعامل الدبش كأنه مرض في المجتمع. انا ممكن اعذرك علشان انت مريض، او ممكن اعذرك علشان انت مثلا حالتك ما تسمحش باي نقاش، لكن لا يمكن اعذرك علشان انت دبش. احنا بقينا بنغير كلام الله عز وجل والرسول صلى الله عليه وسلم بموضة الدبش. قال الله تعالى: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. وفي حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله تعالى يرفعه الله بها درجات، وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله تعالى يهوى بها في جهنم. وفي حديث تاني بيقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. إذن فالكلام الطيب وإلا فالصمت أولى.